اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا ايه. والمطلوب تقولوا لنا اسم المحافظه اللي احنا بنتكلم عنها. احنا النهارده في محافظه بتقع في الشمال الشرقي لجمهوريه مصر العربيه على سواحل البحر المتوسط. مساحه محافظتنا حوالي 1029 كيلو متر مربع، 5 مدن، 10 مراكز، 35 وحده محليه. عدد سكانها حوالي 1,560,475 نسمة. بيرجع تاريخ محافظتنا إلى العصور المصرية القديمة، فكان الوجه البحري مقسم إلى 20 مقاطعة، وكانت محافظتنا إحدى هذه المقاطعات، وكان بيطلق عليها اسم تابيتو يعني سكان المينا. أما عن اسم محافظتنا في اللغة القبطية فكان بيطلق عليها اسم تابيد، وفي اللغة اليونانية كانت بتسمى تابيدس. ومع مرور الوقت والزمن حصل تحريف في اسم محافظتنا إلى الاسم الحالي اللي احنا عايزينه دلوقتي. دخلت محافظتنا في الحكم الإغريقي منذ أن فتح الإسكندر الأكبر مصر في سنة 332 قبل الميلاد، وأعقبه حكم البطالمة. وزادت العلاقات التجارية والثقافية بين شعب محافظتنا والشعب اليوناني، حتى أن عدد كبير من الكتاب والسائحين والعلماء نزحوا إلى مصر لدراسة الآثار المصرية والتاريخ المصري والعادات والتقاليد المصرية. وظلت محافظتنا تحت الحكم الإغريقي لمدة تصل إلى 3 قرون، وأطلق عليها اسم تاميس. وقد حدث بالقرب من محافظتنا معركة بين حاكم مقدونيا برديكياس وقوات بطليموس الأول للاستيلاء على تابوت الإسكندر الأكبر لنقله إلى مقدونيا ودفنه هناك. وانتصر في هذه المعركة بطليموس الأول. وهناك بعض الأقوال بأن ما زال تابوت الإسكندر الأكبر موجود في مصر. في سنة 30 قبل الميلاد أصبحت محافظتنا تحت الحكم الروماني، وكانت عبارة عن حقلا يمدهم بالغلال والكتان وسائر الحاصلات الزراعية. وقد زاد الرومان على سكان محافظتنا الضرائب، مما زاد سخطهم ضد الرومان وزادت الثورات الشعبية ضدهم. وعندما دخلت المسيحية مصر انتشرت الكنائس في محافظتنا، وخاصة في عهد قسطنطين سنة 325 قبل الميلاد. وكانت أسقفية كبيرة له أسقف يمثلها في المؤتمرات الدينية العالمية. وتم تحويل اسمها من تيمياتيس إلى تيميات، وبتعني الأرض الشمالية التي تنبت الكتان. وقبيل منتصف القرن السابع الميلادي خضعت مصر للحكم العربي وأصبحت ولاية عربية، وانتشر الإسلام بها. وقد قام المقداد ابن الأسود من جيوش عمرو بن العاص بفتح محافظتنا في سنة 642 ميلاديا. وكان العرب بيطلقون على الوجه البحري اسم أسفل الأرض، ثم عربوا كثير من أسماء المدن، فتحول اسم محافظتنا من تميات إلى اسم محافظتنا الحالي اللي احنا بنسأل عنه. في سنة 1169 ميلاديا حوصرت محافظتنا برا وبحرا من قبل الحملة الصليبية الأولى، وأرسل صلاح الدين الأيوبي إليها الجند عن طريق النيل وأمدهم بالسلاح والذخيرة والأموال. وفي 30 يونيو سنة 1218 وصلت طلائع الحملة الصليبية التالية على محافظتنا بقيادة جان دي برين، وقدر إن هو يستولى على محافظتنا لمدة تصل إلى 16 شهر. أما بقى في عهد المماليك فمحافظتنا كانت ميناء رئيسية لتبادل المنتجات. وفي عهد محمد علي باشا كانت محافظتنا أهم الثغرات المصرية وأعظمها تجارة، وكانت مستودع كبير للعديد من الأصناف مثل الرز، وانشأ بها الترع والجسور، كما أنشأ بها مصنع للغزل والنسيج. محمد علي باشا زار محافظتنا في سنة 1818، ولف في محافظتنا الزعيم المصري عمر مكر. وفي ظل الثورة العربية وبعد مظاهرات عبدين وتأليف شريف باشا للوزارة الجديدة، فكانت محافظتنا من نصيب عبد العال حلمي ليكون وليا على محافظتنا طوال فترة الثورة العربية. في 8 مايو من كل عام بتحتفل محافظتنا بالعيد القومي ليها، وهو ذكرى للتضحيات التي قام بها أبناء محافظتنا ضد الحملات الصليبية. ففي 1249 عاود الصليبيون لغزو مصر عن طريق محافظتنا بالحملة الصليبية السبعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وتوالت عليه الهزائم من هزيمة فرسكور إلى هزيمة منصورة والتي تم أسره فيها. أما عن أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا فهنلاقي أول حاجة منطقة تل آثار البراشية، وهي منطقة بتقع جنوب شرق مدينة فرسكور، وتم العديد من الاكتشافات اللي بيرجع تاريخها إلى العصر الروماني. رقم 1 حمام روماني فريد من نوعه. 2
خزان لتخزين المياه أسفل الأرض. 3. بقايا منطقة سكنية ملاصقة للحمام. 4. اكتشاف مقبرة ذات طابع غريب بيرجع تاريخها إلى العصور الرومانية القبطية. مسجد وضريح شطا، والتي كانت تعرف هذه المنطقة في العصور الرومانية باسم سطا، وتم تسميتها شطا نسبة إلى الشيخ شطا الذي استشهد على يد الحاكم الهامون سنة 642 ميلادية. رقم 3 من أهم المناطق اللي موجودة عندي هي منطقة تل الدير، وهي منطقة بتحتوي على توابيت وأيقونات بترجع إلى العصر الروماني. طابية عرابي، والتي شيدت في القرن ال18 كقلعة حربية من ضمن سلسلة التحصينات الحربية التي أقيمت لمصر لحمايتها من الغزو البحري. منطقة الجربي من أهم المناطق اللي بتستخدم في العلاج الطبيعي، حيث اشتهرت منذ القدم برمالها الجافة اللي بتحتوي على الثيريوم اللي بيعالج الأمراض الروماتيزمية. منطقة اللسان من أشهر الأماكن ومن أجمل الأماكن اللي موجودة في محافظتنا، واللي بيلتقي فيها البحر بالنيل، وهتروح تتغرق هناك. وكمان من أشهر الأماكن اللي موجودة في محافظتنا رصيف البشوات والبهوات، وأم كلثوم كانت على طول بتصيف فيه، رصيف راس البر. كمان بنلاقي محافظتنا بتشتهر بالجوافة والبلح اللي بيتم تصديره إلى عدة أماكن، وصناعة الأساس والسردين والحلويات، واللي يروح يجيب لي قرص مشبك من هناك. كلمة وقالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كله فين النهارده؟